ما تعيطش. انت راجل. استحمل. الراجل ما بيشتكيش. خليك ناشف. كم مرة سمعت الجمل دي في حياتك؟ وكم مرة حسيت انك لو عبرت عن وجعك او خوفك هتبقى في نظر الناس مش راجل؟ احنا اتربينا على قاموس مليان اوامر زي دي. قاموس بيعلمنا ان الرجولة عكس الاحساس. فبنكبر واحنا بنبني سجن حوالين نفسنا من غير ما نحس. المجتمع بيرسم للراجل دور البطل الخارق. لازم تبقى قوي طول الوقت. ما بتشتكيش. بتعرف تحل كل المشاكل. ومصدر الأمان للكل. هو دور جميل طبعا. بس مرهق. مرهق لأن الأبطال الخارقين دول مش حقيقيين. إحنا بشر. بنخاف وبنقلق وبنتعب ساعات. وأوقات بنبقى محتاجين إحنا اللي نعيط ونتسند. عارف البركان؟ بيفضل يكتم جواه حمم وغضب وضغط لسنين. وهادي من بره عادي. والناس بتبني بيوتها جنبه عادي برضه. لكن فجأة في لحظة بينفجر ويطلع كل اللي جواه مرة واحدة. ويدمر كل حاجة حواليه. الراجل اللي بيكتم مشاعره عامل زي البركان ده. كتمانه بيتحول يا العصبية زيادة، يا المرض، يا انهيار مفاجئ. طب ايه الحل؟ هل الحل اننا نعيط في كل مكان؟ طبعا لا. الحل اننا نعيد تعريف الرجولة تاني. الرجولة مسؤولية مش كبت. الرجولة الحقيقية إنك تكون مسؤول عن مشاعرك. يعني تفهمها وتتعامل معاها، مش تهرب منها. اختار دايرة الأمان بتاعتك. مش لازم تفضفض مع الدنيا كلها. بس لازم يكون عندك شخص واحد على الأقل، سواء صاحبك، شريكتك، أو أخوك، تقدر تكون قدامه على طبيعتك من غير أي أقنعة. والقوة في طلب المساعدة. القوي مش اللي ما بيقعش. القوي هو اللي لما يقع بيعرف يطلب المساعدة عشان يعرف يقوم تاني. طلب المساعدة شجاعة مش ضعف. من الآخر، حزنك وقلقك مش أعداء رجولتك. دول جزء من إنسانيتك. الراجل الحقيقي مش اللي ما بيحسش. الراجل الحقيقي هو اللي عنده الشجاعة إنه يحس.